فيا، هو يجري وانا اجري وراه، هو يجري وانا اجري وراه، هو يجري وانا اجري وراه، عشان دماغي ما تضربش. نام وري البيه ونام وري الهانم ونام وقوم ونام. بص، الممثل في العموم بيكون عنده أدوات كتيرة جدا بيستخدمها علشان يقدر يوصل للناس بالشخصية اللي بيجسدها ويقنعهم بيها. الممثل ده لو بيعمل كوميديا أكتر بتكون إيه أدواته؟ بتكون مثلا لدغة، شكل وشه، حركة مميزة بيعرف يعملها. ومن الحركة دي طلع لنا إن هو اسمه الكوميديا الحركية، اللي تلاقي الممثل فيه بيستخدم جسمه كله عشان يضحكك. حركات بتميز الممثلين دول عن ناس كتيرة جدا، يعني تبقى جاية كده مع القبول. يعني حركات لو شفت حد تاني بيعملها مش تضحك، دي ممكن كمان تستفزك وتخليك تقوم من المكان، علشان ممكن يكون الشكل مضايقك. الناس اللي عندها القبول والمرونة الجسدية اللي مش لازم تكون عالية، هي بصراحة لازم تكون عالية، انا بجري علشان تعرف تقدم فعلا اكتر من نوع من الكوميديا الحركية. يعني بص الحركة دي من محمد سعد او محمد صبحي او حتى حركات زي دي، لو حاولت انت تعمل الحركات دي ممكن تأذي نفسك. وقيمة الحركات دي بتطلع في الرياكشن اللي بتجيبه على الناس، يعني تلاقيها جايبة انبساط مع الناس مش ازاز. وهنا قيمة كوميديا الحركة تبان. فتعال نشوف موضوع الكوميديا الحركية وليه تعتبر هي أصعب أنواع الكوميديا. بس في الأول، أنا عبد الرحمن ودي بحب السيما. بص، هي فكرتنا عن ممثل كوميدي بيعتمد على التعبير بجسمه أكتر ما بيعتمد على التعبير بالكلام والنكت والإفيهات. هو ممكن يكون بيقول نكت وإفيهات عادي جدا وبيضحك، وممكن إفيهاته تجيب صريخ ضحك كمان، بس هو عنده نقطته المميزة في التعبير بجسمه. جيم كاري ممكن يكون أبرز مثال يجي في بالنا لما نفكر في النوع ده من الكوميديا. فيلم ماسك الجزء بتاع وشه شايل الفيلم كمان، أو حتى آيس فانتورا. جيم كاري لما نيجي نفكر مين بيقدم نوع الكوميديا بتاعته في مصر، بيجي في بالنا من غير تفكير محمد سعد. الشغل اللي عمله في الليمبي أو عوكل بيثبت قدرته الخارقة على إتقان النوع ده من الكوميديا. وعلى فكرة مش بقصد مثلا إنه بيدي تعبير واحد وفجأة يغيره فتضحك زي هنا في عوكل، لأ، هو مرة واحدة تلاقيه عملك أكتر من 5 تعبيرات بوش، حاجة تخليك تعلق هو إزاي عمل كده. يعني بص هنا لما كان بيغني مثلا في الليمبي، محمد سعد يمكن أكتر نجم في جيله لجأ للكوميديا الجسدية وكان كويس فيها جدا، ومع ذلك ما كانتش أعلى حاجة ممكن تتقدم، بس كان قادر على الأقل يعبر بجسمه بالدرجة دي. يمكن ده كان مميزه في جيله بشكل كبير، لأن هو الوحيد اللي كان متميز في النوع ده. هو كان قادر يلعب بوشه بطريقة صعبة ويجيب منها ضحك. احنا بنضحك من الشوارع وصفافيح الزبالة. إلا إنه ما كانش أول من عمل نوع الكوميديا الحركية دي في مصر، بالعكس كان في ناس بتعملها بشكل أصعب كمان من اللي قدمه. من أبرز الأمثلة دي سمير غانم ومحمد صبحي. سمير غانم في الجزء بتاع الكوميديا الحركية كان أهدى كمان من صبحي. أكتر من مرة سمير غانم استخدم فيها الكوميديا الحركية، وأبرزها كان في مسرحية المتزوجون. حركات أي حد في الدنيا غير سمير غانم لو جرب يعملها هيهزق نفسه، مش بسبب صعوبة الحركة اللي كان بيعملها، لأ، عشان هي فعلا بس تتعمل من سمير غانم. هي نازلة إنها تتقبل من سمير غانم مش أي حد تاني. أشهر مشهد في مسرحية المتزوجون اللي كان بياكل فيها الأكل اللي مراته عاملاه له، هي عاملة الأكل غلط، مستخدمة حاجات غريبة، غسل الفراخ بحاجات ما تفهمهاش، حطيتي نفسه. حطيتها كلها. عاملة الملوخية بطريقة عجيبة. التفاصيل دي اتحطت سمير غانم، عايزه يعمل ايه؟ انت كأنك سبت الكورة قدام خط المرمى بسنتي والجون فاضي وبتخلي مارك فان باستن يشوط الكورة. فسمير غانم بالظبط مسك في الفرشة اللي اتفرشت له دي وعمل كل حاجة تضحك، ما سابش حاجة لما اتكلم عنها وما سكتش، استخدم جسمه كمان عشان يكمل النقطة الأخيرة. التعبيرات الجسدية اللي استخدمها سمير غانم في المشهد ده ومسرحيات تاني كانت حاجة في قمة الضحك والسخرية، بس هنا في المسرحية دي كانت الكوميديا الجسدية متبروزة. أنا عايزك بس تعرف معايا حاجة واحدة نفهم منها قيمة سمير غانم، هو ليه تقريبا أفضل نجم كوميدي في مصر ومش هيجي زيه كمان. سمير لو وقف وقال نكتة الناس تنبسط، بس هو مستكفاش، كان بيلعب بجسمه عشان الناس تضحك. ليه سمير غانم يستخدم نوع زي ده مع إنه كان جديد في وقتها؟ هو دور على نوع جديد وقتها وتعب نفسه وتعلم حاجات جديدة علشان يقدر يضحكك. هو عمل كل ده بغرض انه يبسطك، كان بيتعب في نوع جديد، نوع هو مع حد تاني هو اللي كان بيقدمه، هنتكلم عنه قدام. بس سمير دور على نوع مميز جديد وطوعه علشان يقدر يتوافق مع نوع الحركات اللي سمير يقدر يعملها. سمير كان بيعملها بشكل مختلف عن صبحي اللي كان معاه في نفس الوقت. حركات سمير كانت هادية بس مش بهدوء محمد سعد، خلينا صيغة بطريقة أفضل. سمير غانم مش جسمه معضل ومش رفيع، فالكوميديا الحركية بتحتاج مرونة عالية زي ما اتفقنا. بس سمير غانم اتحايل على الموضوع ده وعمل الجزء بتاعه اللي بقى نوعه وبقى بصمته في عالم كوميديا الحركة. لما قلنا سمير غانم طوع كوميديا الحركة عشان تلائم جسمه، مين بقى اللي طوع جسمه عشان تلائم كوميديا الحركة؟ وهنا من غير تفكير هيجي في بالنا محمد صبحي. كان شخص رفيع ومرن بطريقة رهيبة. ازاي كان بيتحكم في جسمه
وعنده عقل كان مخليه فاهم قيمة الجسم ده اللي عنده، فحب يطوعه عشان يستخدمه على المسرح. بلاحظ انك عندك قدرة انك تقع. هي مسألة توظيف، كل إنسان بيبقى عارف حجم جسمه ووزنه، مركز الاتزان. وزنك من سنتين فاتوا لا أزيد عن 63.5، وصلت ل 66.5. وبدأ الموضوع ده من زمان، من أول ما طلع على المسرح في مسرحياته الجادة زي هاملت. وبجد المسرحية دي تحفة، وأداء محمد صبحي مخليني مقتنع إن الراجل ده على المسرح ملوش مثيل، ومتضايق أوي من الشكل اللي بيظهر عليه دلوقتي في الكام مسرحية اللي عملهم يعني. محمد قرر يخوض فكرة مسرحيات اللي الدراما مش تبعها الأساسي، الكوميدي هو الأساس فيها. هو راجل ذكي بيعرف يتكلم ويقول إفيهات، وإفيهاته جميلة جدا، بس محمد صبحي لازم يكون مختلف، ومختلف جدا كمان. فده اللي خلاه ما يسكتش على فكرة النكت والإفيهات بس على المسرح، هو عاوز يستغل جسمه في النوع الجديد من المسرح ده زي ما كان مستغله في الدراما. بس ازاي؟ فكرة الضحك من خلال حركات الجسم دي ما كانتش منتشرة، حتى اللي كان بيعمله سمير غانم ما كانش معروف كنوع من الكوميديا على قد ما كان معروف انه اسلوب سمير غانم هو حاجة خاصة بسمير بس. فهنا كانت صعوبة تنفيذ كوميديا الحركة عند محمد صبحي، ففي النهاية ده سمير غانم اللي بيقدمها، فالناس هتضحك على أي حاجة. بس جرأة محمد وحبه الكبير للفن والمسرح هو اللي شجعه وخلاه يجرب النوع ده، وبدأ من مسرحيته انتهى الدرس يا غبي. وفي العموم الأغبياء أو الأشخاص الأقل ذكاء بيقدروا يكونوا جذابين للناس، أي حاجة هيعملوها هتضحك لأن الناس بيحسوا بقيمة عقلهم. محمد صبحي عارف الجزء ده ومع ذلك ما استسهلش، فعمل شكل وهيبقى لواحد غبي، كان شكل جديد جدا على المسرح، هو شكل لا يصدق في المسرح المصري في الوقت ده. وفي الاعتماد الأكبر في المسرحية دي كان على شكل إنه يقدر يعمل بالشكل ده مواقف تضحك لغاية التحول اللي هيحصل بعد العملية وبعد كل انتكاسة كمان. تعال مثلا نتكلم عن مشهد في المسرحية دي وازاي سطوح الشخصية اللي بيجسدها صبحي عارف يعمل ده على المسرح. الصفات المترتبة على كون الشخصية غبية ايه؟ يعني الشخصية ما عندهاش كنترول خالص على كلامها وتصرفاتها سواء اللي كان موجود معاها رجالة وستات، فازاي يظهر كل ده على المسرح؟ مفيش إعادة للمشهد، محتاج يتقن حركات كتيرة بيعملها على المسرح يقنع بيها الناس بالشخصية اللي بيأديها. تعال نشوف هو عملها ازاي. في مشهد البداية الموضوع بدأ من الدخلة بتاعته، بس هو داخل ازاي وبيحاول يستعرض الشخصية بكل صفاتها وبيضحك، يعني هو بكام حركة ضحك الناس، وفي نفس الحركات دي قدم الشخصية بتاعته، هو غبية وهمجية. وبعدين انتهت اللقطة تاني في نفس المشهد، والله الأستاذ محمد فريد ده راجل اتظلم. يعني بص اللقطة دي معايا، الاتنين عملوا أحلى وانتو في التاريخ. لقطة محمد فريد بيتكلم فيها بتلقائيته الرهيبة وصبحي شغال بجسمه يعمل حركات يجيب ديسك، بس عظمتها تبان لو ركزت إنه مظبط حركته مع كلام محمد فريد. هنا تعرف انها مش حركات وخلاص عشان يضحك الناس، لا ده دارس الفعل ده وقاصد بيها انك تنبسط، وفي نفس الوقت هو مخرجش عن تقليد الشخصية، حتى هو بيعمل حركات اصعب زي لما كان بيشتم معانا الشرباجي من غير صوت. بص كده هو مخرجش عن الكاركتر، بص كمل حركاته والرياكشنات اللي عم بيعملها وشه، ومع ذلك بيعمل حوار المشهد ببراعة. بتقول ايه بتمت في تلي في الفصل الأخير لما كان بيطلع يأدي شخصية بسرعة ويغير ويلعب بالشخصية التانية، هو كان فعلا في دوبلير في المشهد ده، بس حتى بوجود الدوبلير الطريقة اللي كان بيعمل بيها كانت صعبة مستحيل. بص الشخص ده جرب يلعب أكتر من شخصية واللازمات بتاعتها وفضل يلتزم بيها بفشل واحد. هنا صدقني هتعرف يعني ايه يقدر دور ست بروعة تجسيد ما تصدقش. كل ده كان اهتمام منه في انه يخلق نوع من الكوميديا اللي محدش كان قادر عليها غيره. اسلوبه هو الفريد اللي عمل بيه المسرحية دي، ما تنفعش تكون بتاعت اي حد تاني غير محمد صبحي. الممثلين الدراميين والكوميديين كتير يعني على المسرح او يعملها في العموم، ممكن تكتبها لي تحت في الكومنتس. وفي النهايه الممثلين الكوميديين كتير جدا كمان، بس ما اعتقدش ان في حد بيعمل كوميديا حركيه في العالم دلوقتي. مين بيعمل الكوميديا الحركيه؟ كام واحد يعني، قليلين صح، عشان هي فعلا صعبه، ولما حد يقدر يطوعها زي سمير غانم يبقى فعلا عبقري، او حد يعرف يستخدم منها جزء الهزلي زي محمد سعد يبقى فعلا هو اهم نجم في جيله. بس لما حد يطوع جسمه عشانها يبقى ايه؟ لا وكمان ينجح فيها يبقى ايه؟ يبقى فعلا صاحب اعظم تجربه مسرحيه اتعملت على المسرح المصري. بس كده انا ما عنديش بره على اللينك تبره فوق الكومنت، ولو عجبك الكلام اعمل لي لايك وشير، ولو حابب تسمعني تاني في فيديوهات قديمه فيديو لسه ينزل اعمل اشتراك. سلام.